السلام عليكم دراري ودريات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم قصة جديدة نتمنى تستمتعوا بها وتعيشوا مع الأحداث اللي فيها. متنساوش تخليو واحد لايك، فضلا وليس أمرا، واحد سبسكرايب وشي كومونتير الزواون اللي تيبورتيونا فيه. سلام الخوت. أنا سمير الحسقاني، ولد كاسا ومن الدرب الكبير. عمري 28 عام. شديت الباك كتجيبو كتندم، كتحس براسك تخورت. أنا درت CV وبديت تنقلب على راسي. كل مرة فين كنمشي ندفع في الشركة مخلي حتى شركة ما دفعت ليا. رجعت للدار عاقد على الوضعية. شافوني ولاد الدرب غوتو عليا، واش ريح معانا؟ قلت لهم نمشي عند نقصي وندوش ونرجع عندكم. وبالفعل هداكشي اللي درت. وصلت عند الدراري لقيتهم موجدين كلشي. قال لي صاحبي اليوم نتهلاو فيك، اليوم كنهزو. وبدا يفتح واحد الجوال، قال لي عندي طريفه مهوره حتعجبك، ننسى بها كلشي. بدينا كنكميو انا وياه جوان كراتو بيجوان. تلقيت راسي عينيا حمرين، شدات فيا الطبويق. تكتب لي حنان المريوله خارجه من الحمام. ناري ويقول لي صاحبي خيس خيس سمير، الكراج ديالك خارجه من الحمام. بوقت مزيان والحشيش دارها وزعمني. تلقيت راسي غادي عندها وفين الزين ويا الدور. قالت لي امك هاد. قبل ما الدور قالت لي كترتو المسخين اللي دازك توقفوا عليا. دارت شافتني قالت لي سمير اسمح لي يا خويا راني ما عرفتكش وما ديرهاش مني قلل صواب. لاباس بخير؟ قلت لها باش كنشوفك كنولي بخير. ضحكات وانا نعرف هاد السوق. قالت لي قلت لها شنو ما ديريش معايا الحل؟ وهي تصنت وحشمات. قلت لها راكي عارفه اني كنبغيك وكنموت عليك. قلت لي الحل لقيتو مع راسي. قلت لي خاصني نمشي راه تعطلت على الدار. قلت لها اوكي. رجعت عند الدراري لقيتهم كيدويو بزاف في المواضيع. هذا معايا عشيري قال لي كنسمعوا شي اصوات عندكم بالليل. قلت لي كيفاش؟ ويدوي واحد الدري عارف الدين ويجبد الموضوع تاع الجنون والعالم الاخر. شفت الدراري لقيت كلشي حاط شنو في يدي، وبقاو حالين فهموا كيسمعوا الدري اللي كان باين عارف هادشي. وخا انا الوالد عندي فقيه وكان كيعالج الناس من المس والسحر بالقران. الدراري كلشي تزر واخا كتعرفون كيت الجبال. ولأول مرة كنشوف الدراري خايفين، وانا جاني الفضول لهاد الشي اللي كيدير الوالد. وقررت نعيش معاه شي جلسة ديال الرقية. هادشي هو اللي يبدل حياتي رأسا على عقب. حياتي اللي ترون وتبدل 190 درجة. غادي ندخل مباشرة في الموضوع باش بلا ما نطول عليكم. الوالد ديالي الله يرحمه كان فقيه كبير ومعروف بين الناس، وكان كتير ديال الناس كيقصدوه باش يعالجهم من السحر والصرع، خصوصا الصرع ديال الجن بكافة الأنواع ديالو. كان معروف بالكفاءة ديالو في هذا المجال، وما غاديش نذكر الاسم ديالو احتراما له رحمه الله في هذا اليوم. عموما يا اخوان، انا كنت ديما كنشوف الاب ديالي وكيجيو عند الناس وكيرقيهم ويعالجهم، وكان عندي فضول كبير باش نكتشف اشنو كيدير. المهم فاش ولات عندي 15 سنه وليت حتى انا مولوع بداك الشيء ديال الجن. وكان الاب الله يرحمه كيعاود لينا قصص ديالو مع معشر الجن، بلي شحال من مره وقع في خطر وكان على سبب يموت لولا الالطاف الالهيه. واحد النهار ترجيتو باش نحضر معاه جلسه من الجلسات الرقية، ووافق اخيرا. هادشي وقع غير من شي 5 سنين. كان في عمري 23 سنه. كانت واحد السيده في متوسط العمر، تقريبا شي 30 سنه كانت عندها، وكانت كتعاني من المس. هادشي اللي كان كيسحاب لينا، ولكن في الحقيقه كانت كتعاني كثار من هادشي. في اول ساعه بدا الوالد كيقرا عليا ولات كتوقع امور غريبه في الليل، لدرجه ان الاثاث كيتهز وكيتخبط مع السقف ديال البيت. ولينا كنسمعوا اصوات غليظه وثقيله كتهدد الوالد وكتهدد البنت. بقى الوالد كيقرا تقريبا شي 4 ساعات في هاد الفتره. قدر يخرجوا منا جوج من الجن، والبنت كانت ساكنه 13 الجن. وداك الشيء وقع ليا بسبب السحر الاسود. مع الاسف والصدمه ان اللي داير لها السحر هو عمتها، وكان السحر خايب بزاف وصعيب يتبطل حيتاش مدفون مع الميت. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم الاخوه رقاها الوالد وخرج منا جوج من الجن. وفي الغد ليه بدينا جلسه اخرى.
أنا كنت غير كنراقب من بعيد، ما كنتدخل في والو، وفي كل مرة كنسمع شي غوطة كنحس بروحي غادي تخرج من بلاصتها. في داك النهار الوليد بقى كيرقي في ديك السيدة من الصباح حتى الليل، حيت حالها كان صعيب، وأخيرا قدر يخرج منها دوك الجنون اللي ساكنينها ويبطل السحر، واعتقناها بشق، عتقناها بزز. المهم ديك السيدة مسكينة فقط عادي بحال اللي ما كاين فيها والو، ولكن ما عاقلة على والو مسكينة، وكانت ضعيفة بزاف. داوها الأهل ديالها، ولكن الوالد تبدل من ديك الليلة، ولا خايف بزاف ومبقاش كيف ما كان. بعد سيمانة من داكشي عيط ليا البيدو وقال لي ريح بغيت ندوي معاك. كان مبدل بزاف وباين عليه مقلق من شي حاجة. قال لي مسكين بالحرف: شوف ولدي سمير، انت الكبير في ولادي، والوصية اللي عن وسطيك هي تهلا في خوتك وفي الأم ديالك. قلت لك لاباس الوالد. قال لي الدنيا والزمان هذا أولتي، وما عالم باللي جاي غير الله. المهم ديها في خوتك وفي الأم ديالك، وحاول تحصن راسك. بغيت نهضر معاه قال لي صافي اسكت. قال لي خرج دابا راه عندي ما يدار. وللاسف كانت هذيك اخر مره نتكلم مع الوالد واخر مره نشوفه فيها، حيت من داك النهار منعنا من دخول لبيتو. وكانت الوالده بوحدها اللي كتدخل عنده، وغير لا بغات ديري الماكل كان بحال شي واحد محتاكف. للاسف غادي تتضح باللي ديك السيده اللي لقاها الوالد هي السبب في داك الشيء اللي وقع. حيتاش من بعد 15 يوم من هذيك الجلسه مع الاب الله يرحمه، لقاو ديك السيده اللي لقاها شانقه راسها وميته في دار باها، ومخليه ورقه فيها جمله واحده: لا حياة مع هؤلاء. الشي اللي خليه والله اعلم شنو قصد داكشي اللي كتبه. الوالد ديالي ملي ساق الخبار زادت حالته تأزمات ومبقاش كينعس. وغير شي ايام قليله من مور وفاة ديك السيده دخلت الوالده عند الوالد تعطيه من ياكل، لقاتو ميت والجسد ديالو كله خضر من الكلمه. جا الطبيب ودار الفحص وقال بلي الوفاة كانت بسبب اختناق حاد. الصراحه الاخوان داك النهار حسيت حياتي كلها ضاعت فرمشت علي. وليت انا هو الاب والاخ والمعين للاخوه ديالي، ولقيت راسي مجبر اني نهز الاسره وانا باقي ما مستاهل. وبقى له وفاه الاب ديالي وديك السيده محير وما لقيناش ليه الحل. دازت واحد المده على هادشي وتاثرت بزاف في قرايتي وفي حياتي. وليت منعزل وخايف من كلشي حتى منظلم. فاش دازت 40 يوم على وفاه الاب ديالي عيطت لي الوالده وقالت لي بلي باك الله يرحمه في الايام الاخيره قبل ما يموت كان كيقول لي بلي شي جنود كيجيو عنده بالليل وكيهدوه وكيقولوا ليه وجد راسك. هو عارفهم حيت كانوا من ضمن الجن اللي خرجهم من ديك السيده. كانوا 4 حديده وكانوا من اخطر انواع الجن وشدوهم بقوه. وقبل ما يموت الوالد الله يرحمه حلمت بواحد المراه جاتها في المنام، قالت لها وجدي الكفن وجدي باش تدي حق الله. ملي عاود لي الوالد داكشي زدت تأزم وبقيت عارف من ندير. ما حيلتي لعائلتي اللي مصدومه، وما حيلتي الوالده ديالي مسكينه. بقيت كنهدي فيها وكنقول لها هذا قضاء وقدر الله، ولكن والو. عموما بعد ايام الحمد لله بدات حالها كتحسن وكترجع لطبيعتها. دازت عامين على وفاه الاب ديالي في 2013. بدات المشاكل بالنسبه لي انا اللي وليت كنعاني بزاف. واحد النهار دخلت للبيت اللي كان الوالد كيرقي فيه المرضى ديالو باش نهز منه شي حاجه، وانا نتفاجئ. صدمه، اكبر صدمه طرات ليا، وانا نلقى واحد السيده مريحه في القلب وكتشوف فيا. انا شفتها تصدمت. اش اكيد هذه ماشي من وحده من العائلات ديالنا. واصلا البيت كان مسدود. بقيت كنقرا بعض الايات اللي حافظ وهي باقا كتشوف فيا وكتبتسم. شويه هي تقول لي ما تخافش مني السي سمير، ولكن خاف من بعد ما جيت فين نهضر ونقول لها شكون انت حتى غبرات من قدامي. ونبقى شفت تخلعت بزاف واحد الخلعه لدرجه انني كنت غنديرها في سروال. بقيت كنفكر في داك الكلام اللي قالت لي ما لقيتش ليه تحليل. بغيت نعاود للوالده قالت لها تزيد تأزم. المهم داز شي ايام قليله وفي واحد الليله كضربني الفيقه وبلا شعور مني كنلقى راسي في نفس البيت. شكون اللي داني ليها الله اعلم. هاد المره لقيت ديك السيده ومعها جوج رجال. المفاجاه كانت معاهم ديك السيده اللي لقاها الوالد وتوفات من بعد. يلا بغيت نغوت ما قدرتش وقاطعتني ديك المراه. قالت لي بلا ما تخلع هذا غير الجن نتمثل ليك الصوره ديالها وماشي هي. كنشوف داك المنظر وما عارف باش تبين، خاصة أن دوك جوج رجال
جالسين معاها كانوا في شكل كل مرة وكيفاش كيبان، كل مرة كيفاش كيتشكلوا ليا، مرة على هيئة كلب، مرة على هيئة حنش، كل مرة وكيفاش. قلت لها وأنا كنترعد بالخلا، شكون أنتِ واش كديري هنايا؟ قلت لها أنا بالله معاك وبالشرع، قالت لي أنا ضحايا من ضحايا العبد ديالي. قلت لها أنا ما قتلت حد، باك هو اللي قتل راسو براسو، وبدا ضحك بواحد الصوت غريب بزاف، وبلا ما نشعر كنلقى الحال صباح وأنا ناعس بيدي. نضت بالزربة تغديت وصليت ومشيت كنجري عند واحد السيد كان صديق الوالد الله يرحمه وكان فقيه وراقي كذلك. عاودت ليه داكشي اللي شفت في الليلة اللي دازت وشنو قالت لي هذيك السيدة، وحسيت بيه بحال اللي تصدم. قال لي واش انت متأكد من هادشي يا ولدي؟ قلت ليه ما ضيقتنيش اجي تشوف. قال لي صافي، قال لي في العشية غندوز عندكم ان شاء الله. وداكشي اللي وقع. دخل البيت وبدا يقرا ويعزم شي ساعة ويعيط لي، قال لي ريح. ريحت حداه وبدا يرقيني، صافي انا غيب معقد على راسي حتى فيقني. قال لي نوض اولي راه ما كاين والو هنايا وحتى انت ما بيك والو. قلت ليه وداكشي اللي شفت في ديك الليلة؟ قال لي راني ساعتين وانا هنا وحاولت وما بان ليا والو. صافي مشى وخلاني حير ما عرف اش ندير. بديت كنحس بلي يمكن ندير كنحماق. نط بغيت نخرج من البيت هو يتسد بوحدو، وفي لمح البصر مات ليا ديك السيدة عاوتاني، وهاد المرة كانوا معاها بزاف ديال الجن لدرجة أني كنحس براسي والزحام ما نقدرش نخرج منه. بدات كتضحك بصوت عالي، قلت لي يا ولد فلان راك غلط، حنا ماشي من داك النوع اللي يجبدونا الناس ببساطة ونخليهم في حالهم. قلت له وشكون نتوما؟ جاوبتني حنا جحيمكم على الأرض، حنا فما مشيتو كتلقاونا. وبعدها بدات تقول لي بلي الوالد ديالي قتل ليها راجلها باش كان كيرقي ديك السيدة وقتل واحد آخر كان ساكنة، وداك الشي علاش مات ديك السيدة، وداك الشي علاش مات الوالد تا هو. ديك اللحظة حسيت بشوية ديال الشجاعة مزوجة بالخوف. وقلت لها ولكن نتوما كنتو كتعداو على ديك السيدة، وهي تغوت عليا بالجهد. قالت لي ماشي حنا اللي تعدينا عليها، عمتها اللي تعدات عليها وشدات 13 روح وكتفتها بالجسد ديالها. قلت لها كيفاش كتفتها؟ قالت لي بداك السحر اللي دارت ومن الشدة ديالو اللي تسبب في الإبطال ديالو، في قتل تسبب بالقتل ديالو في راجلو وواحد السيد آخر، وهذا الشي اللي قتل ديك السيدة وقتل باك حتى هو. قلت لها وأنا مالي ياك ما بيني وبينكم والو؟ قالت لي كاين بيننا وبين بزاف، باك تسبب في الإصابة ديال واحد منا وما حدو هاكا غتبقى تشوفنا واعتبر راسك على نقشة، ولما براش داك السيد غادي يتلحق بواك والعين بالعين. في ديك اللحظة غبرات عاوتاني، ومن ديك الليلة قلبات حياتي، وليت والو كنشوفهم في القراية، في الخدمة، في بيتي، في كل بلاصة. وقت ما بغيت ندير شي حاجة كنشوفهم بين عينيا. دابا هادي عامين وأنا على هاد الحال، ما خليت فوقها مشيت عندهم حتى من أطباء نفسيين مشيت عند شي 4 وما داروا ليا والو. ولغاية الآن كنحاول نخبي هادشي على الوالدة باش ما تأثرش. دابا هادي 5 أيام ما شفتش ديك المرا، وفي أي لحظة يمكن ليا نشوفها، والله أعلم بالنتيجة. قصتي ما عندها نهاية، وما هادشي اللي عاودت لكم إلا قليل من داكشي اللي كنعاني منه وكنعيشو. كنتمنى من الجميع يدعي معايا نتفك من هاد الشي حيت صعيب بزاف، ويدعي بالرحمة لديك السيدة والوالد الله يرحمه.